السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هنبدأ إن شاء الله نشرح السكشن الأخير من سكاشن الاندوكراين اللي هو كان بيتكلم على السوبرارينال جلاندز. في الأول عشان تبقى عارف السكشن ده هو عبارة عن زي المحاضرة. الحتة المهمة الأساسية عندك هي التفرقة ما بين التو سوبرارينال جلاند. طبعا مش محتاج أقول لك إن دي رينال ودي سوبرارينال، يا إما واحدة فيهم تبقى رايت وليفت، وهنبقى نعرفهم دلوقتي. أول حاجة بس عايزك تفرق ما بين من ورا ومن قدام في الموديل ده. أنت طبعا عندك من هنا السيلياك اللي طالع من الأورطة، وتحته السوبيريور ميزنتريك ارتري، تمام؟ فدي دايما بتخليها انتيريور وتبقى تبص عليه من قدام، حلو، عشان ما تلخبطش بس في شكل السوبرارينالز من ورا، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين التو سوبرارينال؟ في الاول عشان ابقى عارفهم، دائما اللي على الرايت دي بتبقى بيراميدال ان شيب، اما اللي على الليفت دي بتبقى شبه الهلال او اللي بنقول عليها سيمي ليونينار شيب، تمام؟ طيب كمان الهايلم بتاع الرايت ده بيبقى ابورد، اما الهايلم بتاع الليفت ده بيبقى داونورد. وبرضه خليك عارف ان الرايت طبعا اكيد جنبها الانفيرو فينا كافا، اما بالنسبه للليفت احنا عارفين ان الاورطه في الابدومين بيبقى موجود على الليفت سايد للانفيرو فينا كافا، تمام؟ دلوقتي احنا خلصنا كل الكلام المطلوب منك على الموديل، فاضل لك بقى الريليشنز. خلينا نبدا من قدام لورا في الريليشنز. بالنسبه لي دلوقتي انا لو حطيت الموديل اهو، بانت عندك الرايت ان هي بيراميدال، وبانت عندك الليفت ان هي ايه، شبه الهلال. هتكلم بقى على الرايت من قدام، هلاقي عندي الليفر زي ما انت ملاحظ الليفر، وقدام السوبرارينال زي ما انت ملاحظ عندك الانفيريور فينا كافا، تمام؟ دلوقتي احنا خلصنا الانتيريور ريليشنز، هندخل بقى نفس الكلام على مين؟ على الليفت هقوم شايل الاستومك، هلاقي بانت مني حته، او بانت هي كلها يعني، بس اعتبر بانت منها حته، تمام؟ هتلاقي من فوق السبلين طالع قدام السوبرارينال جلاند، يبقى كده ستومك والسبلين. كمان عندك بقى البنكرياس واخد، المفروض ده نرفعه شويه عشان يبقى داخل جوه الهايلم، تمام؟ هتلاقيه مغطي مين؟ مغطي السوبرارينال فقدامه، وكمان اللي بيمشي عليه السبلينيك ارتري. يبقى كده اللي عندك البنكرياس، سبلينيك ارتري، سبلين، والاستومك. هل فاضل حاجه؟ مش فاضل حاجه بس الا الليجمنت اللي كان بيبقى ماسك فيه الاستومك اللي احنا كنا بنقول عليه الليسر ساك. طيب هكلمك بقى على بوستيريو. بالنسبه للبوستيريو انت زي ما انت شايف مفيش حاجه وراها الا مين؟ الا الدايفرام، الكراسز بتاعه الدايفرام. فالرايت هيبقى اللي وراها الرايت كراس بتاع الدايفرام، تمام؟ اللي مش باين عندك على الموديل المعلومه. والثاني اللي هو الليفت هيبقى عندك الليفت كراس بتاع الدايفرام. طيب واخر ريليشن اللي هي الميديال ريليشن، دي ما اتقالتش في السكشن بس اتقالت في المحاضره، ان عندك ما بين التو سوبرارينال جلاند عندك السيلياك جانجليا، تمام؟ بس هل هي موجوده عندك على الموديل؟ طبعا هي مش موجوده عندك على الموديل. طيب ندخل دلوقتي على اخر جزئيه، هي جزئيه البلاد سبلاي. والبلاد سبلاي ده لعلمك انت ممكن تفرق فيه ما بين التو سوبرارينال جلاند، فتعرف تدخلهم في السؤال اللي انا قلت لك عليه في الاول، اللي هو انك ايه الفرق ما بين الليفت وايه الفرق ما بين الرايت. طيب هنبدا في الاول بالارتيريال سبلاي. الارتيريال سبلاي احنا عارفين ان هو بياخد من ثلاثه ارتري: سوبيريور سوبرارينال ارتري، ميدل سوبرارينال ارتري، انفيريور سوبرارينال ارتري، تمام؟ طيب بالنسبه للسوبيريور بيبقى طالع من الانفيريور فرينك، اما الميدل بيبقى طالع من الاورطه ذات نفسه، والانفيريور سوبرارينال ارتري ده بيبقى برانش من الرينال ارتري، تمام؟ اما بالنسبه بقى دلوقتي للفينوس درينج، الفينوس درينج عندك على الرايت سايد هتلاقي ان عندك السوبرارينال جلاند او السوبرارينال فينز بتصب فين؟ بتصب في الانفيريور فينا كافا على طول، زي ما انت ملاحظ هو قريب منها اصلا فهي بتصب فيه. اما بالنسبه للرايت، اما بالنسبه للليفت معذره، هتلاقي ان هي بتصب في الليفت رينال فين عشان تقوم طالعه مكمله معاك على الانفيريور فينا كافا، تمام؟ وبالنسبه للنيرف سبلاي، النيرف سبلاي احنا عارفين هي بتاخد من البيريانجليونيك سمباثيتك اللي بتبقى طالعه من السبلانكنيك، وده طبعا بيدخل في المظله زي ما احنا عارفين في الهيستو، وبيكمل از بوست سمباثيتك فايبر، والكلام ده برضه يعني مش هتتسال فيه على ما اظن. وبالنسبه للليمفاتيك درينج بتصب في اللاترال اورتيك نودز، وبرضه خليك عارفها كاحتياطا. احنا عرفنا اللي من ناحيه الانفيرو فينا كافا ده هيبقى رايت سوبرينال جلاند، وده هيبقى الليفت سوبرينال جلاند. عندك طبعا ده هو الليفت سوبرينال فين هيصب في الليفت رينال فين عشان يصب في الانفيرو فينا كافا. وبعدين عندك ده طبعا مش محتاج اقول لك الاورطه، وده الانفيرو فينا كافا. وبعدين نبص على الموديلز دول، هتلاقي ان عندك كدني كبيره، وهتلاقي عندك سوبرينال جلاند. اول ما تشوف ان هي شكلها بيراميدال ان شيب على طول تبقى عارف ان هي اللي على الرايت، تمام؟ طيب بالنسبه للموديل
الموديل ده برضه نفس الكلام، اللي هي جايه بشكل الهلال دي هتبقى الليفت، اللي جايه بشكل المثلث اللي هي دي هتبقى الرايت، او من ناحيه الانفيريور فينا كافا اللي تحب انت تربطها بيه. وبرضه عندك الفيزلز اللي موجوده عندك هنا، عندك ده هو الليفت رينال فين، ده الليفت رينال ارتري، ده عندك الرايت رينال فين والرايت رينال ارتري والرايت رينال فين. هتلاقي طالع منهم زي ما انت ملاحظ في برانش صغير كده طالع للسوبر رينال جلاند، ده اللي هيبقى عباره عن الانفيريور سوبر رينال جلاند اللي هو كبرانش من الرينال ارتري من الجهتين. تمام، ده هو البرانش اللي هو الانفيريور سوبرينال جلاند. تمام، ده طبعا الانفيريور سوبرينال فين، وده عندك الرينال فين. وزي ما انت شايف الحته الصغيره دي هي تعتبر الانفيريور سوبرينال فين. تمام، بس يعني اللي هو عشان هو داخل في الانفيريور فينا كافا على طول زي ما احنا عارفين. وبكده خلصنا السكشن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.